السؤال هو بعيد شوية على موضوع العلاقات الزوجية. المهم أنا راني يعني مختصة في جميع العلاقات، علاقة الإنسان مع الذات ديالو، علاقة مع الله سبحانه وتعالى، علاقة مع الوليدات ديالو، أي علاقة مع الآخر. فكيعجبني يعني نبحث فيها وندير لي ريشيرش ونتعمق فيها، عل وعسى نكون واحد صلة وصل باش نبنيو علاقات جميلة وتكون مفيدة لينا وداعمة لينا في هذه الحياة اللي هي قصيرة واللي كنعيشوها مرة واحدة. السؤال كان ديال واحد السيدة كتعاني مع ولدها في الخارج بأنها توصل له الدين كما يجب. يعني سيرتو راكم عارفين في الخارج كاينه بزاف ديال الفتن، كاينه بزاف ديال يعني ثقافات مختلطه وما الى ذلك. قلت له شوفي، باش توصلي الدين لولدك خاصكي توصليه بواحد الطريقه ذكيه. سيرتو كاينه بزاف ناس ملحدين واللي كيعتمدوا على العلم والعلوم، وحنا ناقصين شويه في التعمق في البحث العلمي في الدين ديالنا للاسف. توقف هذه شحال. فقلت لها قولي له مع هو كبير، قول له الطوموبيله ديالك ولدي مثلا منين كتخسر ولا كيوقع فيها شي مشكل، كدي عند الميكانيك كيقول لك مثلا دير لها الزيت الفلاني، الا كان مازوت دير لها المازوت، لا ليسانس دير لها هاد البياسه الفلانيه. ما كت يعني ما كت صافي ما كتناقشوش. داك الميكانيسيان عارف شنو كاين، بغيتي الطوموبيله ديالك تمشي مزيان، ها شنو كاين وشنو كاين. نفس الشيء في ديننا ومع الله سبحانه وتعالى، وهو غني عن التشبيهات. منين كيقول لنا شي حاجه نديروها في الحياه ديالنا فهي للصالح ديالنا، حيت هو غني. هو ماشي بحال الميكانيسي عاد كيتسناك تخلصو، هو غني على الصلاه ديالك، على انك تشرب الشراب ولا ما تشربوش، على انك دير الحجاب ولا ما ديريش. هو كيعطيك واحد الخريطه ديال الحياه باش تمشي بها في سلاسه. طبقتي داكشي راه الفائده ديالك، ما طبقتيش راه راك عاد تشوف. راه بزاف اللي ما كيطبقوش الدستور الاسلامي في حياتهم، اللي هو يدعو للفطره دائما، كيتلفوا في حياتهم في الاخير. ومهما طال الزمان الا وكيرجعوا الحقيقه المثلى هي الفطره. فوق ما بعدتي على الفطره ديالك على الدين ديالك الا وتهتي في هذه الحياه وتلفتي روحيا، وكيجي معها بيان سور تاثير على الجسد والعقل. ضروري هاد الثلاثه، العقل والروح والجسد متساويين متقايسين مترابطين. الا تخلخل واحد فيهم كيتخلخل كلشي. فلهذا الولاد ديالنا ديال دابا خصنا نكونوا اذكياء معهم في اننا نوصلوهم الرساله واننا نفهموهم الحلاوه ديال الدين الاسلامي ديالنا. الدين الاسلامي ماشي غير تشدد وواجبات وعبادات، لا، هي سلوكيات، هي ثقافه، هو علم، هو دستور حياه. غير خصنا كيفاش بالذكاء ديالنا نوصلوا لهم الرساله وما نخليوش الاخرين ياثروا عليهم. فوالا. ونسيت حاجه، نحن مكلفون بإيصال فقط الرسالة ديال الوالدين. احنا توجيه، الإرشاد، النصيحة، احنا ما مسؤولينش على النتيجة. انك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فندعيو لوليداتنا بالهداية في هذا الوقت هذا اللي ولات صعيبة والفتنة كبرات، ونديروا الواجب ديالنا وما نمرضوش راسنا بالنتيجة أو بالمستقبل اللي هو في يد الله سبحانه وتعالى. وكوراج لكاع الوالدين، سواء في البلاد سواء في الغربة في أي بلاصة. الله يقدركم ويقدرنا جميعا.